الجمعه وعيلتي ملهومه عندي. ايوه صح. ايه الحل؟ هي تسليم. بتبقى حاجه انا جربتها شخصيا. بعمل الكنافه اللي انا بشتريها، مش هشتري نشتري. جاهزه. لا نية. نيه. أيوة. والفكره ببساطه ان الحاجات النشويه دي السهله ان انا احط نقطه زيت مع نقطه زبده خليط. ما عدتش اعمل زي زمان كده سمنة اللي هي كتير. بالسمنه الكتير. أيوة. انا مطلوب ان انا اقول ان احنا في رمضان، ودي حاجات بتبقى بتتاكل في رمضان. كنا زمان بناكلها كل يوم او يوم بعد يوم. في ناس للاسف هم بيسحروا من الحاجات دي. قد ايه هم بيحسوا بالعمر. صح. فلازم نعمل حاجه مهمه جدا. انا هدخل فاكهه مع الكنافه. جميل. هستفيد حاجتين. موز في القلب الكنافه تبقى هي جميلة الموز برضه. بيبقى من لونه اسود، وحتى لو لا ليمون. ولا الفراوله بتتهري. بلاش. مش سكتي. طيب. انا هجيب حاجه اسمها، قلت لكم عليها قبل كده، اليقطين، اللي هو في وسط الكنافه. ان شاء الله. كأنها مانجا. ايوه صح. اسلقها سلقه خفيفه. العسل. وهعمل قرص بقى رفيع خالص، ما انا مش محتاجه احط زمان بقى كنا بنحط مكسرات الكريمه والحاجات والكاستر والكلام ده. هي كده هتبقى اصح. ليه اصح؟ لان انا لما احط اليقطين بمعلقه سكر واحده عليه وهو بيتسلق، واستخدم الشراب اللي طالع ده هو في السقيا ايه؟ السكريات بتاعته. ايوه. واليقطين نفسه هقطعه قطع صغيره كانه مانجا. الله. ولونه مانجا. فايدته المانجا في رساله مضادات اكسده. لكن اليقطين اشد. ليه بقى؟ اليقطين بيمنع معظم السرطانات. دي نمره واحد. انا كاقتصاد في بيتي انا حليته بدال مين؟ بدال كميه الكنافه الكبيره اللي بتتعمل. كمان هي رحمتني من الحشوه الداخليه. كمان هي منعتني من ان انا ارش حتى السوداني. مجرد وجود اليقطين. ويكفينا فخرا ان اليقطين ده مذكور في القران. سيدنا يونس لما التقمه عارفين يعني ايه يا ولاد؟ يعني بلعوا كده. والاجهزه وقفت يا حبيبي. ما ضغطش على هتقول يا صغننين بقى معقوله. ايوه. الحوت ياخد بني ادم يعني. ياخد بني ادم زي ما الشيخه محمد. ده حقيقي، لان المساحه بتاعت بق هذه اللي ذكروها في القران هي تكفي بني ادم واقف بطوله. هو لما يلتقموا ربنا يريد له خير. وقف الانواع من المعده بتاعت غير ما ياكل بتفرز ايه؟ انتوا درستوا ايه؟ بتفرز حاجه عشان تهضم الاكل. فهو اتبهدل بس من الحاجه دي. ما اتهضمش. طول ما هو جوه كان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. معنى كده اي حاجه تذكر في القران هي ايه؟ هتلاقي لها فوائد غير عاديه. شفاء. من ضمن الحاجات بقى